اتونسيون يعني ضغط الدم، كاين بزاف الناس كيحسبوهم عندها علاقة غير بالملحة. خصنا نعرفو علاش، اون فان كونت هادوك شكون هما هادوك الحوايج اللي كتحكم في المستويات ديال ضغط الدم. هو اللي خصكم تعرفو في الأول بعدا بأني لا طونسيون حيت كتقول لك عندي طانسيون ولا عندي ضغط، هذاك راه كتسمى عرض، يعني واحد من الأعراض، داكوغ، ماشي اون مالادي. الناس كيظنوا بأنه ارتفاع ضغط الدم هو ستانسين، هو غير عرض واحد من بين الأعراض. دونك خصنا نقلبو على الأسباب، بحال واحد جاك فيه السخانة، واش هو مريض بالسخانة؟ هي راه فيه السخانة ولكن ماشي السخانة دارتها له شي حاجة أخرى. دونك حتى لا طونسيون كتطلع، يعني الضغط حيت كيطلع دونك راه شي حاجة كاينة أخرى، يعني هذاك عرض ديال شي مرض راه لتحت، خصنا نعرفو شكون هو. وهذا هو الأخطاء اللي كيديرو الناس بزاف، كيظنوا بأنهم راه لا طونسيون مرض، كيقولوا أمراض ارتفاع ضغط الدم، هذا خطأ كبير. كيقولوا أمراض اللي تتسبب ضغط الدم، هذا هو التسمية الصحيحة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي تقريبا خصكم تعرفوا بلي 95% ديال هاد ارتفاع ضغط الدم ما تنعرفوش سببو، وحنا الأطباء اش تنقولوا راه مرتبط بالوراثة، مرتبط بهادي، الوغ الأسباب خصنا نقلبو عليها مزيان، وماشي 95% اللي ما معروفاش الأسباب ديالها. راك كنقدو بهاد الشي اللي غادي يدار ديال الدوزاج ديال المغنيسيوم وديال الكالسيوم ديال الفيتامين دي والشمس وبزاف د الحوايج، هما اللي كيعطيونا علاش ارتفعت الكوليسترول بطبيعة الحال، علاش ارتفعت لا طونسيون. هادو كاملين خصهم يكونوا عندنا باش نعرفو هاد العرض اللي سميتو ارتفاع ضغط الدم منين جا، لأنه قلتلكم عرض هذا ماشي مرض، بحال لا دياغي تقول فيها الإسهال، هذاك الإسهال عرض، ولكن راه كاينة شي حاجة اللي دارت الإسهال، ولكن كيقولك تقريبا 95% كيربطوها بالملحة، الوغ كو هاديك الملحة كتكون غير سكوندير، يعني أن الملحة جات باش تعزز هذاك المرض، داك المرض اللي كاين من تحت من الضغط ديال الدم. دونك كيقدروا يردوها غالبا الوراثة، أكيد أنه الوراثة كاينة، ولكن ما تنقولوا الوراثة وما كنقولوا الملحة غير إلا حيدنا بزاف الأسباب هما الأولين، كنقدروا ديك الساعات نوصلوا ل50% تنعرفوا السبب ديال ديك الارتفاع ضغط الدم.